السلام عليكم حبيباتي متتبعات الكرام، نتمنى يجيكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال يا رب العالمين. جيتكم اليوم بوصفه حبيت نشاركها معكم اللي هو المقيرط الجزائري. روعه في الشكل تاعو، شوفوا الشكل واش صغير يهبل، والذوق ثاني لا يقاوم، صدقوني فيه واحد الذوق روعه روعه، والخفة جا مشرب للقلب، هايل هايل. تلبية للمتتبعات الجميلات نتاعي قررت نحط لهم المقيرط، ان شاء الله نخليكم على الوصفة وان شاء الله تعجبكم حبيباتي. لهنا في ان بول انا كيلت بهذه الغرفية هذه تاع الفلون، هذا ماهوش اشهار ولكن نعدلك السميد متوسط. هذه الماركة هذه راهو روعة روعة المقروط. نديرو 3 كيلات بومبي سميد متوسط. هاني نكيل قدامكم. هذه الكيلة الثانية، وهذه الكيلة الثالثة. اما الكيلة الرابعة درت 3/4 نتاعها، يعني مش معمرة مليح، جاجلان محمص ومرحي. ما حمصتوش بزاف بزاف تتغير لا كولور تاعو، ولكن غير لا راهو صفار لي برك في المقله، نحيتو ورحيتو وزدتلو الدشيشه الخشينه، يعني الدقيق خشن. هاي قيمة 2 مغارف كبار معمرين. ندير 3/4 الكيلة الرابعة، ندير 3/4 نتاعها ججلان ونكمل بالدشيشه الخشينه. نلوحهم وندير الملح. لهنا الملح حسبة الذوق عزيزتي، صدقوني الججلان هذه راح تزيد له واحد الذوق ما تتخيلوهش، راح يكون واحد المكون ثاني درتو جاني روعة روعة. اللي ضاقوا عندك اي واحد يذوقوا عندك يقولك واش درتي فيه. هذه مركز الكراميل، هاني شوفي قد هدرت، ما تكثريش برك، صدقيني راح يجي الذوق لا يقاوم. نحكوهم مليح في بعضهم، نحاولوا نحلوه شويه مع الدقيق. هنا غلط معني نكون نحيها. من بعد نديرو السمن، 3/4 سمن في نفس الكيلة، ونكملوها بالزيت النباتية، الزيت العادي، ما لازمش السمن تاعك يكون سخون. ومن بعد نبسو جيدا جيدا السميد، المواد الجافة مع السمن والزيت. لهنا نديرو 2 مغارف ماكله تاع السكر، نورمالمون نديرهم في الاول واني نسيت، ولكن معليش هكذاك وجاني الذوق يهبل وجاني خفيف طايب، والعسل تاعو معسل للقلب. معليش درك يذوب لنا السكر، حاولي تبسسيه برك مليح، حكيه بين كف اليد مليح، ومن بعد نخليوه يرتاح. نورمالمون كان ما كيش مزروبه هذا الخلطه هذه، بعد ما تبسيها وتعدليها غطيها بكيس غذائي وخليها ليله كامله. ولكن انا ما خليتهاش، انا خليتها تقريب 4 ساعات فقط، هكذاك وجاني هايل. كان ما كيش مزروبه من الافضل انك تخلي هذا الخلطه هذه تروبوزي ليله كامله وهي هكا. هاي لهنا بعد ما دارت، شوفي كيفاه شرب هذاك السمن نتاعو والسكر ذاب، كل المواد تخلطت. نحاولوا نزيدوا نعاودوا نحلوه برك، كي تلقاه هكا شويه يبس لهنا ما تخافيش منه، حليه برك شوي. من بعد هنا نفس الغرفيه نديروا فيها 2 بيضات. ما تخافيش حبيبتي، هذا هو السر نتاعو، 2 بيضات رايحين يحكموه، ما يخليوهش يتحل في المقله، وزيد يجي خفيف، صدقيني راح يجي الذوق هايل. 2 بيضات في الكيله، ونكملوا نعمروا الكيله بالماء الزهر. نخلطوا هكا برك باش نقصوا على رواحنا التعب، باش من بعد ما يديروا لناش الحبيبات. ومن بعد نفرغوا الكيله وفرات ما تزيديش الماء خلاص. هذا اذا استعملتي نفس النوعيه نتاع عمور اللي استعملته، مش اشهار حبيبتي، ولكن راهو هايل 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 للمقروط. من بعد كي نشمخو هكا التشميخه هذه بالكيله نتاع العظام وماء الزهر، نخليوه ثاني يربوزي واحد نصف ساعه بيد ما نوجدوا الحشو. شوفي هو طري. من بعد درك ينشف شويه، خاطر كاو يشرب شويه الدقيق هذا. شوفي هاو بدا يتلم عندي، نزيد شويه اللم غير بصباعي برك، شوفي كيفاش راني نلم.
ما نعجن ما نتكا بكف اليد، راني غير نلم بصباعي. شوفي هزي طرف ولعبي به هكا بيدك، طلعيه هكا بيدك، دوك يتكور وحدو بوحدو، كي تحصلي على الكره هذه خلاص راه واجد، حطيه يروبوزي يرتاح بيد ما نوجدو الحشوه نتاعنا. من بعد الغرس هذا اللي هو التمر نقيته بوحدي ما شريتوش هكا، وزدت له هذه 400 غرس، 400 غرام عفوا، زدت له 2 ملاعق جلجلان محمصين ماشي مرحيين، ونجيب هذا الكاس تاع لاتاي اللي هي 100 غرام لوز مرحي. تحبي ديري الفول السوداني اللي هو الكاوكاو ديري راهو يجيك روعه. وعندي 2 مغارف قطايف محمصين ومرحيين. صدقيني هاد لاستيس او الفكره هذه راهي تهبل، تمدلك واحد الذوق صدقيني اللي ضاقو عندك ما يزيدش ينساه. ونزيدو واحد 2 مغارف ماكله زيت ونعجنو، ولا ما تحبيش ديري زيت ديري مغرف سمن، وعجني مليح حتى تولي لاباط هذه نتاعك تاع الغرس او نتاع التمر طريه، وتقدري تحكمي فيها ما تكونش ناشفه، باه ما ديرلكش من بعد الهواء في الحربوش نتاعك نتاع المقروط. كما يقولوا حبيباتي الرزق في يد ربي، الرزق على ربي. انا كيما تعلمت الحاجه راح نوريها لكم، ما نقصش حتى حاجه وما نخبيش حتى حاجه. كيما ندير الحاجه اللي هنا عندي في الدار او في العمل نديرها عندكم، ونعت لكم اي فكره نديرها وتنجح معايا نعتها لكم. شوفوا كي جبت كي بعد ما ارتاح راني درت الكيله نتاعها نورمال، بعد ما ارتاح لي العجين شوفي او شرب شويه. لهنا راهي قطرات، تزيدي له قطرات تاع الماء الزهر. قطرات واش معناتها قيمه مغرف تاع قهوه اللي نحركوا بها القهوه الصباح، ولا مغرف ونص فقط ما تكثريش. شوفي يعني ما قدرتش نلمو، درك غير نعصر. شوفي ها قطرات برك، وما تعجنيش بكف اليد. شوفي كيفاش راني ندير، غير بصباعي برك ومن بعد نلمو، هاني غير نلم فيه برك. هاني لميتو، ندور ونضم عليه باش نخرج له الهواء اللي فيه، باش من بعد ما يفصلش الدقيق على الحشوه. من بعد باصبع تاع اليد نديرو تراس في الوسط، ونجيبو الغرس تاعنا او التمر نحطوه. لهنا هاد الطريقه هذه نفس الطريقه في المقروط. نضمو على الحشوه ونجبدو الجوانب تاع الدقيق، ونعاودو نحكموه نلموه في بعضاه هكا ونقلبوه، ندورو ونضمو عليه باش نخرجو الهواء. ديما نعاود باش نخرجو الهواء، خاطر لو كان تبدا يترولي فيه ديريكتومون هكاك تخدمي الحربوش رايحه تفصل لك العجينه على الدقيق. هذا راح يجي مقرود لو كان ما ندير له شكل. انا لازم نقسمو على 2 باش ما يعينيش. شوفي راني ندور فيه وفي نفس الوقت نضم بصباعي باش نخرج الهواء ثاني. شوفي كيفاش راني نقص فيه، مامبا 1.5 ولا 2 سنتيمتر او يكون صغير. من بعد الحبات هذو نتاوعنا شوفي كيفاش نديروا لهم، نسقموا له الجوانب باش من بعد يجي باهي، يجي واقف شويه حاكم روحو.
شوفي كيفاه لازم الشوك هذوك تاعهم يتنحاولهم الاخر. شوفي الحبه اللي تحصلنا عليها هايله. نسقموا كامل الحبات نتاعنا لي كوطي هذوك تاعهم لي طراس تاع الموس لازم يتنحاو. هاني هنا الحراف هذوك راح نحي لهم الدقيق ونفصل الحشوه على الدقيق. حاجه ما تترمى في لاكويزين، لازم كلش نعاودوه. وهذا نحطوه وحده ونحطوه في كيس غذائي باش من بعد نعاودوه. شوفي الحبه تاع المقروط كيفاه جات، او تاع المقيرط عفوا كيفاه جات. من بعد هنا كامل درناهم في لوحه هكذا ونروحوا مع بعضنا حبيباتي نحطوهم يتقلاو يطيبوا. ونجبدهم شويه برك هكا باش يهزوا لي. من بعد هنا نتستيو باي طرف ما عندناش كي نشوفوه سخن هذاك الساعه نحطوا الحبات تاع المقيرط تاعنا ونحطوا العسل اللي اذا راكم تشوفوا حبيباتي هاي العسل في البول بحذا المقروط. شوف هنا مازال شوي، خلي نزيدو شويه برك يتحصل على اللون هذاك الذهبي. هاو خلاص. من بعد نحي الحبات هذو مباشره في العسل. شفتي عزيزتي الحبات هذو كي نحطهم في العسل ما نحيهمش من العسل حتى نطيب الكونتيتي هذه. كي طيب هذه من بعد نحي الاخرى من العسل ونحط هذه باش يتشرب لنا مليح المقيرط تاعنا عسل من تحت من الوسط عفوا. هاني زدت كملت هذه الجهه هذه الكونتيتي هذه ونحيت الاخرى. هاني كي نحيت الاخرى خرجت هذه من الزيت. هاني راح نحطهم هذو. وفي النهايه هاو المقيرط تاعنا ما شاء الله اللون والريحه تاعو هايله والطعم ثاني رائع رائع جدا. شوفي الحبه كيفاه جات مسقمه جات بومبي هايله. دوك ان شاء الله نقسمها لكم وتشوفوها مشربه للقلب. العسل مع مع هذيك الكرامه اللي لحناها واحد الذوق تاعو ما نحكي لكمش. هايل. نتمنى حبيباتي ترضيكم الوصفه هذه وتعجبكم. كان عجبكم الفيديو والوصفه ما تنسونيش بلايكاتكم وتعليقاتكم الزينه والرائعه. الى فيديو اخر ان شاء الله حبيباتي، وفي المستقبل كاين جديد باذن الله وعد مني. السلام عليكم ورحمه الله.